بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا كالعادة في غرف الترمبات واللي بيحصل دايما من الأوفر فلو. أنا اتكلمت في الموضوع ده أكتر من مرة وهفضل أتكلم فيه، ولكن هو أنا في الآخر أنا بقول مصائب قوم عند قوم فوائد. يعني هو أنا بشتغل، ولكن والله بيصعب عليا، اقسم بالله بيصعب عليا العميل لما بيحصل معاه المنظر ده. يعني طقم زي ده بيكلفه كتير قوي، وفي الاخر عشان غلطه، ابسط غلطه موجوده عندنا الاوفر فلو اهو. طبب وادي الماسوره موجوده اهي، ورغم ذلك برضو على غرفه الترمبات. طب الغرفه دي يا جماعه ما هياش، يعني انا الاوفر فلو ارجعه ليه تاني على غرفه الترمبات؟ مش فاهم. ولكن قدر الله ما شاء فعل، ده الغرق واضح على الجدار اهو، الميه باينه مكان الميه الغرقان اهو، يعني واضح معانا اهو. طبعا اللوح دي كلها خسرت وراحت بفضل الله تعالى. تطوير تم. دي لوحه الديزل طبعا. ده الشغل بتاعنا بفضل الله تعالى من الالف الى الياء. هنوقف لحظة واحدة بس. طبعا كله ده غرق. للأسف أنا هفتح اللوحة بس عشان هي اتقفلت بنفك. طبعا دي بفضل الله الجوكي برضو تم التعديل فيها اهو بالطريقة دي بالمنظر اللي هو فيها. هنفتح برضو اللوحة نوريكم الكهرباء. يعني حزين على اللي شافه الواحد في الغرفة. كل ده تلف، كل ده المية كانت مغرقة. يعني الديزل ده المية كانت لحد هنا فيه. كل ده مش عارف ليه احنا نرجع الاوفر فلو على الغرفة. هنفتح اللوح ونشوف التصميم من الداخل ايه اللي تم. دي اللوحة من الداخل للتشارجر، 2 تشارجر. طبعا استبدلنا البوردة بالريلهات بنفس تنظيم الخرج. 1 سونولايد المية، 2 الاوفر سبيد، 3 انجن ران، 4 اويل بريشر بنفس الترتيب بتاع اليو ال بالظبط زي ما احنا مرتبين. دي الشاشة من الداخل. طبعا انا بعتمد على البطاريات دي علشان ما يحصلش عندي اللي هو دروب فولتج في لما المارش يدخل، فانا بضطر ان انا اعوض الموضوع بكده. يعني انا دلوقتي فاصل السبلاي بتاع اللوحه اهو، وشغاله معايا الدنيا على البطاريتين الصغيرين. مجرد ما برفع السبلاي بتاعي التشارجر بيبدأ يشتغل. دي اللوحة من الداخل. البوردة كانت تحت شلناها خالص. افتح معلش اللوحة الثانية دي يا مدير. دي اللوحة الثانية من الداخل. البريشر ترانسميتر غيرناه، الترانس اللي كان موجود استبدلناه باور سبلاي. تمام. طبعا البوردة اللي كانت موجودة استبدلناها بالعداد العبقري بتاعنا. بفضل الله تعالى محققة معانا كل الكلام ده، وان شاء الله تعالى هنجرب الشغل كامل ان شاء الله تعالى. كده الضغط عندي 9 بار. هنفتح نريح الضغط سنة. الجوك اشتغلت. فصلت. هنجرب الديزل. مش مشكلة درينا.
نجرب الكهرباء كمان. وبكده بفضل الله تعالى التعديل تم بفضل الله، وان شاء الله تعالى هنسلم العميل ان شاء الله تعالى. ايه رايك يا مدير؟ والله ايه رايك يا مدير؟ تسلم ايدك. ايه رايك يا هندسه؟ شغل عجب؟ ماشي يا مدير. بص يا هندسه اهو، دي الشاشه اللي انا بشتغل بيها، وان شاء الله تعالى سيستم ناجح بفضل الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.